لو ما جربتيش الباميه بالطريقه بتاعتي دي فاعذريني، انت ما اكلتيش باميه حلوه قبل كده. هقولك ازاي تعملي باميه حلوه جدا 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 مهما كانت الطريقه اللي بتعملي بيها. لو ما كانتش بالطريقه دي اعذريني، فانت فعلا ما اكلتيش باميه حلوه. خليني اقولك ازاي تعمليها حلوه جدا. اول حاجه يهمنا مع بعض هنسوي اللحمه. حطيت هنا معاكي شويه من السمنه، معلقه صغيره كده من السمنه. وبعد كده هنزل عليها بالحاجات اللي هنشوح فيها اللحمه بتاعتنا. حطيت بصلايه ولورا وحبهان وفلفل اسود. تمام، نزلتهم في السمنه زي ما انتم شايفين كده. تاني حاجه معايا اللحمه بتاعه الباميه. اللحمه بتاعه الباميه لازم يكون فيها نسبه من الدهن بالشكل ده كده عشان تاخدي نتيجه حلوه وطعم حلو. اسمعي مني، ولازم تكون ان اللحمه بتاعتك تكون فيها نسبه من الدهن. انا هنا جبت حته لحمه من الضلوع، قلت له عايز حته لحمه من الضلع او من البطن بتاعه الحاجة اللي انت هتجيبي منها، سواء ضاني او بقري او كده. وبعد كده عشان يكون فيها نسبة من الدهن حلوة. وبعد كده ببدأ ان انا اشوحها بالشكل ده كده لحد ما تاخد لون. اول ما بتشوح معايا كده بنزل عليها بالمية بتاعتي. وبعد كده بسيبها تستوي، سواء في حلة الضغط او في الحلة العادية. في حلة الضغط هتاخد معاكي من تلت ساعة لنص ساعة على حسب اللحمة بتاعتك كبيرة ولا صغيرة. في الحلة العادية بتاخد تقريبا ساعة ونص. حطيت هنا معاها الملح زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده ببدأ اقفل عليها الحلة بتاعتي لحد ما تستوي تماما. هنا بقى معايا هنعمل مع بعض البامية. حطيت هنا معلقة من السمنة صغيرة كده وعليهم شوية من الزيت. هبدأ ان انا لما يسيحوا معايا هبدأ ان انا انزل عليهم ببصلاية مفرومة وعليها حوالي 7 8 فصوص من الثوم كده. بشرتهم مع بعض في الكبة كويس جدا. خلاص. لازم الميكس اللي هو بين البصل والثوم ده عشان تاخدي نتيجة ممتازة. هقول لك كمان على حاجة هتميز البامية بتاعتك كويس جدا وهتخليها ريحتها تجيب لآخر الشارع. معايا هنا معلقة كبيرة من معجون الفلفل، اللي هو الفلفل الأحمر العادي بتاعنا البارد. ومعلقة كمان من الفلفل السبايسي، معلقة صغيرة كده. ممكن تستغني عن الفلفل السبايسي، بس الفلفل ضروري جدا جدا، هيخلي ريحتها وطعمها ممتازين جدا. جبت بقى البامية اللي هي الصغيرة دي، بامية اكسترا زيرو، السنبلة. تقدري تستخدمي اي نوع بامية، بس ده افضل نوع هنا عندي في السعودية. انا بحب دايما استخدمه، ما بحبش استخدم غيره، ولو استخدمت غيره بيبقى ايه مضطرة. المهم ان انا بحب المقاس الصغير ده. ببدأ ان انا اشوحها مع بعضها كده. بطلع البامية وهي مجمدة انزل بيها على طول على البصل بالشكل ده. ببدأ ان انا اشوحها لحد ما التلج اللي فيها يفك شوية. وبعد كده بنزل عليها بشوية كده من الفلفل الاسود وبشوحهم مع بعض كويس. هنا عندي عصير الطماطم بتاعي متصفي، سواء الطماطم اللي هي العادية نصفيها، أو لو بتستخدموا العلب زيي فهي بتبقى متقشرة مش بتحتاج تتصفى. خلاص. ههدي عليها النار بقى كده واسيبها لحد ما تستوي. خلاص كده تبقى جاهزة معانا، نسيبها على جنب. هنا اللحمة بتاعتي أخدت الحلة حطيتها تحت المية عشان أفتحها بسهولة بالشكل ده كده، وما استناش لحد ما أطلع البخار بتاعها. شايفين ما شاء الله اللحمة بتاعتنا استوت. طبعا نسبة الدهن اللي فيها مخلياها طرية وجميلة جدا جدا جدا. هنا اللحمة بتاعتي لازم تكون استوت قبل ما احطها في البامية. خلاص. هنا ما شاء الله البامية بتاعتنا اتسبكت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ دلوقتي ان انا اضيف عليها اللحمة وكمان شوية من الشوربة عشان ياخدوا من طعم بعض كده ويغلوا مع بعض شوية حلوين. تمام. اضيف بقى كل كمية اللحمة اللي معايا واحط عليها كده شوية من الشوربة. وبعد كده هسيبهم يغلوا مع بعض شوية لحد ما زي ما قلت لكم لحد ما يمتزجوا مع بعض كويس جدا. هنا بقى دلوقتي هضيف كده شوية صغيرين من السكر عشان تعادل الحموضة بتاعة الطماطم، وهحط كمان رشة من الملح. ما نزودش الملح عشان البامية من الحاجات اللي لما بتغلي كتير وفيها ملح فبتحسوا ان هي حدقت شوية. بعد ما غليت شوية حلوين كده واتسبكت ببدأ ان انا اضيفها في الطواجن بتاعتي وبدخلها الفرن. انا هنا حطيت صينية وحطيت عليها ورق فويل عشان لو نزلت حاجة البامية ما تبهدليش الصينية. بدأت ان انا اضيف عليها البامية كده ودخلتها الفرن تحت الشواية لمجرد بس ان هي ايه تغلي غلوتين كده وتاخد لون حلو. بطلعها على طول. هنا بقى نجهز مع بعض شوية رز بالشعرية حلوين كده. حطيت هنا شوية من الزيت وبعد كده هنزل عليهم بالشعرية. حطيت كمان عليهم نص معلقة صغيرة من السمنة البلدي كده عشان تدينا طعم وريحة حلوة للرز بتاعنا. هنزل بالشعرية بتاعتي وافضل اقلب فيها لحد ما ناخد لون ذهبي بالشكل ده. ما بسيبش الشعرية لحد ما تغمق عشان ما تدينيش لون وحش. وكمان بتدي الرز طعم مش كويس لو هي غمقت قوي. فنديها لون ذهبي فاتح كده تدينا نتيجة حلوة.
نزلت عليها بالرز مغسول ومنقوع، نزلت عليها بالرز كده، وبعد كده ضفت المية بتاعتي وهسيبه لحد ما يستوي. هنضيف كمان شوية من الملح، بس تقريبا الخطوة بتاعت الملح دي ما اتصورتش. هنا هنا البامية بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن، ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. والله عايزة اقول لكم ان ما تبقاش من البامية دي، ما تبقاش منها معلقة واحدة حتى، من جمالها اتاكلت كلها تماما. هنا ما شاء الله الرز بتاعنا كمان كان استوى وشوية من الشوربة. جربوا البامية بالطريقة دي، انا واثقة مليون في المية ان هي هتعجبكم جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. باي باي.